استاذ هشام الدسوقي مرشح عضويه النادي الاسماعيلي، بنرحب بيك في موقع الاسماعيلي SC. برحب بيكم وبشكر الموقع على مجهوداته الرائعه في خلال الفتره اللي فاتت دي. موقع اسماعيلي SC استطاع في خلال فتره وجيزه فعلا ان هو يكون ليه مكان في وسط المواقع الرياضيه، ويكون ليه بصمه على كل الساحه الرياضيه. اهلا بك، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانتم طيبين، وكل الساده اللي شايفيننا دلوقتي واعضاء الجمعيه العموميه ومحبي النادي الاسماعيلي كلهم بخير، ويا رب يا رب العيد يكون خير على كل الناس والامه الاسلاميه ان شاء الله. امين. استاذ هشام، عايزين نعرف استعداداتك، الانتخابات على الابواب خلاص كلها اسبوعين بالظبط على الانتخابات، استعداداتك الشخصيه، وعايزين نعرف ان شاء الله ان ربنا يوفقك وبقيت عضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي، ايه اهم القرارات او اهم الحاجات الاساسيه اللي انت هتسعى ليها؟ في البدايه يعني استعدادات عاديه خالص زي اي مرشح من مرشحي عضويه النادي الاسماعيلي. طبعا انا اولا بحيي كل الساده المرشحين كلهم على جميع المقاعد. اولا دول ناس بعتبرهم ناس انتحاريين، اي حد داخل يخدم النادي الاسماعيلي في هذا التوقيت بالتحديد المهمه صعبه جدا ومهمه ثقيله جدا. الاستعدادات عاديه جدا، انت عارف احنا يعني في شهر رمضان الكريم او خارجين من شهر رمضان الكريم، الواحد كان بيتفرغ للعبادات شويه، وبعد كده طبعا بقى انت عارف القعدات اللي هي بعد بقى التراويح واعضاء الجمعيه العموميه وكده. طبعا لسه ما فيش اي مرشحين نزلوا باي دعايه، ولكن احنا بنشتغل على اعضاء الجمعيه العموميه، بنروح لهم الاماكن اللي موجوده فيهم، بنحاول نشوف التجمعات اللي فيها اعضاء الجمعيه العموميه، بنحاول نقنعهم بالفكر بتاعنا وبارائنا والاشياء اللي احنا ان شاء الله ناويين نعملها لو ربنا قدر لي واكون داخل هذه المنظومه عضويه مجلس اداره النادي الاسماعيلي. اللي انا هعمله القرارات اللي انا هاخدها باذن الله، يعني اول القرارات اللي انا هاخدها قطاع الناشئين زي ما احنا بنتكلم بنقول ان ده كنز داخل النادي الاسماعيلي، ولازم الاهتمام بقطاع الناشئين بشكل كبير. الاهتمام هيبقى اكبر من صب، يعني انا عايز اقول يا جماعه نكون احنا بنهتم بالفريق الاول للنادي الاسماعيلي 10 ايراد، قطاع الناشئين المفروض نهتم بيه 30 او 40 ايراد، لان هو اللي بيخرج لنا اللعيبه اللي في النهايه بيكون بتمثل النادي الاسماعيلي. واثبتت الايام ان ابناء النادي الاسماعيلي بس فقط هم اللي بيكونوا بيخافوا على النادي الاسماعيلي، بيحبوا النادي الاسماعيلي، ما بيسيبوش النادي الاسماعيلي في وقت الازمات، والدليل حسني عبد ربه. اكيد حسني ده يعني حسني عبد ربه انت شايف هو البيضه او الفرخه اللي بتبيض بيضه ذهب للنادي الاسماعيلي. يعني هذا اللاعب الخلوق يعني دخل النادي الاسماعيلي ما يقارب 40 مليون جنيه. اي حد في مكانه من اللعيبه اللي من بره، ما بقولش كلهم، ما بجمعش، ولكن احنا عندنا تجربه السنه دي 8 لعيبه مشوا، وللاسف الشديد كل ما رضاش يجدد عقده علشان خاطر فلوسه، عشان خاطر عقود. مجلس الاداره معذور، ومجالس الادارات اللي قبل كده كانت معذوره. النادي الاسماعيلي من الانديه الشعبيه اللي فعلا محتاجه. انا بتهيألي يا استاذ هشام ان المجلس الحالي ده اللي عمله في الحد من سقف اللعيبه ده حاجه كويسه. طبعا دي حاجه كويسه، ومش هيحس بيها غير مجلس الاداره اللي جاي. غير مجلس الاداره اللي جاي، الناس خايفه والناس قلقانه على الفريق، ولكن يعني كلنا ثقه في الكابتن صبري المنياوي، كلنا ثقه في اللعيبه اللي موجوده. يعني ما نبصش لدوري دلوقتي، ما نبصش لبطوله، لكن احنا نبص ان النادي الاسماعيلي غير جلده. النادي الاسماعيلي 90% من الفريق اتغير. الاعتماد برضو الاكبر على الناشئين وعلى ابناء النادي، كابتن حمص، كابتن محمد صبحي، كابتن احمد الجمل، كابتن عمرو السوليه، برضو ده قوام فريق موجود مع اللعيبه اللي جت جديده، مع جهاز فني من ابناء النادي. ان شاء الله يبقى فيه خير، بس بقول للناس تصبر شويه ما تستعجلش. يعني احنا كده نعرف ان برنامج استاذ هشام هينصب على قطاع الناشئين، على قطاع الناشئين اولوياته. وكمان انا عايز اقول يعني ده من اولوياته. كمان بقى انا عايز نهتم شويه بالالعاب الشهيده. احنا عندنا الالعاب الشهيده دي حاجه مهمه جدا. احنا مش عايزين نقول ان النادي الاسماعيلي نادي بيلعب كره قدم فقط، لا، احنا عندنا ابطال هنا في كره الصراع، كان عندنا ابطال في الكاراتيه، وعندنا ابطال في المصارعه وفي العاب القوه، عندنا ابطال. ايه المشكله لو نهتم باللعبتين جنب كره القدم؟ لعبتين بس هيخرجوا يعني للنادي الاسماعيلي والمنتخب مصر. وكمان انا عندي فكر ان الالعاب الشهيده ممكن تدر دخل على النادي الاسماعيلي. على فكره يا استاذ هشام ان الانشطه بيجي لها دخل، بيجي لها عائد من اتحاد الكوره كل سنه ما يقرب من 1 مليون جنيه.
طبعا يعني ما بتكلفكش طبعا انت كنت موجود هنا داخل المنظومه في الالعاب الشهيده وايدك في الموضوع، فانا بقول ايه المشكله ان احنا نهتم، وصدقني هنقدر نجيب من خلال الالعاب الشهيده ومن خلال ابطالنا اللي انا بحييهم، اللي هم بيلعبوا في ظروف صعبه جدا، سواء العاب القوه سواء المصارعه سواء كره السرعه، وبيحققوا بطولات وفي منتخبات، هنقدر نجيب عائد للنادي الاسماعيلي حتى لو كان بسيط. نتمنى ذلك، وان شاء الله يكون اللقاء الثاني بعد الانتخابات ونكون بنبارك لك. نتمنى توفيق النادي الاسماعيلي وكل ان شاء الله. اي 9 هيقعدوا على مقاعد مجلس اداره النادي الاسماعيلي، انا بتمنى لهم التوفيق من دلوقتي اهو قبل الانتخابات ب 15 يوم، وخليك شاهد. اي 9 انا بتمنى لهم التوفيق. اي رئيس نادي هيجي برضو انا بتمنى له التوفيق، طالما كلهم بيعملوا لمصلحه النادي الاسماعيلي ان شاء الله ربنا يكرمهم. طب كلمه بقى اخيره للجمعيه العموميه. انا بقول لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاسماعيلي ارجوكم انزلوا، ارجوكم اخرجوا، وبتكلم وبقول وبوجه كلامي للمدينه، اعضاء الجمعيه العموميه للمدينه. يعني معروف ان المدينه هي بتبقى اكثر غيابات في الجمعيه العموميه، ولكن انا بقول لهم لو سمحتوا انزلوا من فضلكم، تعالوا. النادي الاسماعيلي محتاج كل صوت. انا عايز اقول مجلس منتخب يعني لمده 4 سنين يريحنا جامد. تمام. وبعد كده انت دلوقتي لو انت ما نزلتش بعد كده ما تجيش تتكلم تقول النادي فيه كذا وكذا، لان الموضوع دلوقتي بايدك انك تختار فلان وتختار علان وتختار هشام وتختار احمد وتختار محمد. انزل. وبالتحديد انا بقول اللي بيدفعوا عضوياتهم بايديهم، الناس اللي بتدفع عضوياتهم بايديهم، ودول في اسماعيليه كتير جدا الناس اللي ما بتحبش حد يدفع لها. انت تعرف استاذ هشام قبل فتح باب العضويه دي في 2000 مسدد او 1960 مسدد من نفسه. دول هم الناس اللي انا بحييهم بصراحه، وبقول لهم بس ناقص الخطوه بقى اللي جايه، اللي هي الاهم، انك تنزل وتيجي علشان تختار النادي الاسماعيلي. نادي كبير يا جماعه، ويستاهل انك تيجي مره واثنين وعشرة لاختيار مجلس اداره علشان كلنا نكون نفخر بالنادي الاسماعيلي. متشكرين جدا استاذ هشام على الحوار ده، نتمنى لك التوفيق. شكرا ليك، وبتمنى لكم التوفيق في الموقع، وبشكر كل المسؤولين عن الموقع، ناس محترمه، الناس بتتعامل بحياديه مع كل المرشحين، وبتمنى لكم رب التوفيق. شكرا يا فندم.